بسمة بوسيل بأول تعليق تكشف حقيقة عودتها لتامر حسني. بس قبل ما نبدأ الخبر ما تنسوش اللايك والاشتراك. فاجأت الجميع بسمة بوسيل بأول تعليق تكشف فيه حقيقة عودتها لتامر حسني، وتعلن عن مفاجأة قريبة بعد حالة من الجدل أثارها الجمهور بعد الظهور المتكرر مؤخرا لبسمة بوسيل مع تامر حسني، وحديث البعض عن احتمالية عودتهم. وفي أول رد من بسمة بوسيل على هذه التكهنات، قالت في حوار لها في برنامج أجمل سبعة: أكيد مفيش واحدة عايزة بيتها يتهد. في الأول كنت بحس إني زعلانة، لكن دلوقتي بقينا أحسن وأولادنا كمان بقوا أحسن، ولو في حاجة حقيقية هنعلن عنها إحنا بنفسنا. لكن حاليا كل اللي بيتقال مجرد شائعات، وأنا وتامر صحاب جدا حاليا، واتعلمت منه حاجات كتير. هو فنان موهوب وشاطر، كنت بشوف اختياراته وطريقة تفكيره وكأني باخد كورس، وأنا كبرت ونضجت معاه، وهو أبو أولادي وليه دور كبير في دعمي الفني وتطوير رؤيتي للموسيقى. وعن مفاجأة بسمة بوسيل، قالت بأنها مستقبلا بتفكر تعمل دويتو أو فيلم مع تامر حسني، بس مستنية الوقت المناسب. وكمان كشفت بسمة بوسيل عن مفاجأة بخصوص أغنية مشاعر لشيرين عبد الوهاب، وقالت بأن الأغنية دي كانت هتغنيها بسمة في الأول، وقالت إن تامر وقتها هو اللي كان مسؤول عن الألبوم بتاعها واختار لها أغنية مشاعر، وقال لها إنها أغنية حلوة قوي، ولكني انشغلت وقتها وما سجلتش، علشان كده توزعت الأغاني بعد كده على نجمات تانيين.